السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. وطبعا احنا في القناة دي بنعرض كل ما هو جديد وبيخص الإسكان أو غير الإسكان أو أي حاجة تخص البيت. هنا مشروع الإسكان المتميز. أنا كنت عملت حلقة عن الإسكان الاجتماعي، دلوقتي أنا هعرض الإسكان المتميز. ليه؟ لأن احنا في ناس عايزة المتميز وناس عايزة الاجتماعي، فأنا بعرض كل الحاجات اللي بتنزل سواء إسكان اجتماعي أو إسكان متميز، اللي هو سكن مصر وجنة. طبعا عشان لازم نعرض كده، لان الراتب هو اللي بيحكم، او مفردات المرتب ان انت تقدم في انهي اعلان. فهتكلم النهارده في الحلقه دي عن موعد حجز الشقق بتاعه الاسكان المتميز اللي هو سكن مصر، وسحب كورسات الشروط امتى. وهتكلم برضو عن تفاصيل كورس الشروط، طالبين ايه والمقدم ومش عارف ايه والكلام ده كله، واماكن الوحدات المتاحه في هذا المشروع. وهتكلم عن شروط التقديم. كل ده هعرضه في الحلقه دي باختصار. وهتكلم برضو عن اسعار الشقق بتاعه الاسكان المتميز 2023، وبرضو ونظام السداد. هنيجي اول حاجه موعد حجز الشقق اللي انا بعلن عليها في الاعلان ده او امتى في 2023. فاعلنت وزاره الاسكان ان هتطرح الوحدات السكنيه دي للحجز الفوري، يعني برضو ان انت هتحجز فوري اعتبارا كان من الحد الماضي. هي الحلقه جايه متاخر معلش. فالحد الماضي نزل الطرح ده اللي هو كان يوم 15 اكتوبر، وهيستمر حتى شهر 11 يوم 14، يعني لغايه 14 نوفمبر. طب ايه المواصفات وايه الحاجات اللي مطلوبه وايه اللي انا عايز اعرفه من الاسعار؟ هو ده اللي احنا هنشوفه في الحلقه. فموعد سحب كورسات الشروط. طيب هو الاعلان هينزل زي ما حضرتك قلت كده او نزل؟ ايه موعد سحب كورسات الشروط؟ برضو يتم اتاحه كورسات الشروط بالمواصفات والمساحات بتاعت كل وحده بمقر جهاز المدينه المختص. طبعا انا اقول لكم على المدن اللي هو نازل فيها المشروع، فانت بتروح جهاز المدينه اللي هو المختص فيه ده اعتبارا كان من يوم الحد اللي فات 15 اكتوبر. كل جهاز مدينه هينزل فيها ده، وبتسال انت عليه. طب ايه المدن دي؟ هنتكلم برضو عليها في الحلقه واحنا ماشيين، بس خلينا نعرف التفاصيل اكتر عن المشروع ده وايه المطلوب فيه. طيب تفاصيل كراسة الشروط بدل ما اشتري وادفع واغرم على الفاضي وبعد كده ما تنطبقش عليا؟ لا، تعال نشوف تفاصيل كراسة الشروط. انت مش هتشتري ولا حاجه. ان وزاره الاسكان خلتها في موقع او رابط عبر الPDF اللي هو ده، ان انا ظاهر امامكم على الشاشه، بيظهر لك فيه الحاجات المطلوبه وكراسة الشروط كانك مشتريها بالظبط، بدل اما تروح تشتري الكراسه وتغرم على الفاضي. طيب ايه اماكن وايه العدد الوحدات المتاحه علشان اقدم؟ هل كتيره؟ وايه الاماكن بتاعتها والموقع بتاعها؟ في عدد 144 وحده بمدينه رشيد الجديده. دي وحدات كده 144 في كل مدينه، بيختلف العدد عن التاني. ف 144 في مدينه رشيد، و288 في المنصوره الجديده، و192 في بمدينه ناصر اللي هي غرب اسيوط. 192 وحده. و144 بمدينه اللي هي غرب قنا، اللي بيسموها متهيألي قنا الجديده، الله اعلم، بس هي غرب قنا. وعدد 148 وحده من مدينه ملاوي الجديده اللي هي تبع المنيا. دي الوحدات المتاحه حاليا، او اللي هي متبقيه والاستلام فوري. طيب شروط التقديم عشان اقدم بقى في المدن اللي انا قلتها وعدد الوحدات اللي انا ذكرتها. ايه شروط التقديم؟ اول حاجه احنا الشروط بتبقى عامه بس لازم هنذكرها مع بعض كده نذكرها، اللي هي ان يكون شخصا طبيعيا ولا آلية التصرف، ان ما يقلش سنه عن 21 سنه. يعني ما فيش واحد يكون ابنه صغير يقول لا اقدم له وانا بوصل عليه، لا، لازم يكون سنه 21 عند التقديم. بيجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، يعني ممكن ان انا اخصص بس بيكون وليا عن قاصر، يعني انا واقول ان انا ولي عليه، او ان انا بصفه وليا على قاصر. طب ايه اسعار الشقق دي في الاسكان المتميز 2023 اللي هي نزلت من يوم 15 في الشهر اللي احنا فيه ده؟ طب ايه اسعار الشقق؟ اول حاجه عندنا مقدم الحجز في وحدات الاسكان المتميز 25,000 جنيه، ومقدم الحجز في وحدات سكن مصر 50,000 جنيه. يبقى الاسكان المتميز 25,000، الاسكان سكن مصر ومع 3 حاجات: اسكان متميز وسكن مصر وجنة. طيب وحدات قلنا سكن مصر الاسكان المتميز 25,000 وسكن مصر 50,000 ووحدات جنة 100,000 جنيه. ده مقدم جدية الحجز. طب نظام السداد ازاي؟ او هسد ازاي وهدفع الاقساط ازاي؟ يعني في كل مشروع بيبقى ليه نظام سداد، هل كل ربع سنوي، هل كل شهر، وهكذا. اول حاجه بيتم سداد 10%، 10% في الاول، وبتضيف عليها 1% و1% مصاريف اداريه و5% لصالح مجلس الامناء. ده من اجمالي ثمن الوحده.
خلال شهرين من تاريخ اختار بالتخصيص. يعني حضرتك قدمت وجالك التخصيص، هيتم السداد ازاي عشان تبقى عارف ما تفاجئش بيه اللي انا بقوله لك كده. يبقى اول حاجه 10%، 1% مصاريف اداريه، و5% المجلس ايه الامناء. تمام. طيب وبعد كده سداد 5% وديعه صيانه عند التعاقد. يعني انا تخصصني، طب خلاص انا قبلت ورحت دفعت اللي انا قلته في الاول. طيب بعد ما اكتب عند التعاقد هدفع 5% حاجه اسمها ايه وديعه ايه صيانه، و5% من اجمالي ثمن الوحده عند الاستلام. لان كنت دافع 10%، هكملها 15% اللي هي ايه عند الاستلام. طيب سداد باقي ثمن الوحده بتبقى على اقساط ربع سنويه متساويه. يعني ثمن الوحده بقى خلاص هقسمه على اقساط ربع سنويه لمده، لا اما هقسط على 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين او 10 سنين. طب دي طبعا ايه بالفوائد. يعني انت خلاص اتخذت وزي تمويل عقاري كده، بس عن طريق الدوله، اللي هو ايه محمله بالفايده على رصيد مدين بتعادل سعر الفايده. طبعا الفايده طبعا عشان التعويم والحاجات دي بتتغير من ايه من فتره لفتره، فحسب ايه السعر اللي هيكون معلن من البنك ايه المركزي. عرفنا ان احنا ممكن نقسط على 3 او 5 سنين وهتحمل بايه بالفوائد حسب ايه سعر الفايده بتاعت البنك المركزي. وبالاضافه الى بقى هنضيف 2% زائد برضو 5% مصاريف تحصيل. بيستحق القسط الاول بعد 3 شهور. يعني اول قسط هيبقى بعد 3 شهور من تاريخ استلامك للوحده. يعني اول ما تستلم بعديها ب3 شهور اول قسط انت ايه هتدفعه. ده نظام السداد اللي انا بقوله لكم ده علشان خاطر ان احنا في ناس بتفرح شقه وقدم وحلو والكلام ده كله، لازم اعرف انا هدفع ايه وامكانياتي ايه، وهل المشروع ده يناسبني طبقا للدخل وكده. يعني مثلا الاسكان الاجتماعي خلوه 8000 للمتزوج و6000 للاعزب، دي مفردات مرتب الاسره. يعني لو حضرتك شغال انت والمدام يبقى كل الاجمالي يبقى 8000. حضرتك اعزب يبقى ما يزيدش عن 6000. ده في الاسكان الاجتماعي العادي. طب ما انطبقش عليك، بتبتدي انت تدور عن الاسكان المتميز، الاسكان سكن مصر، بتدور على سكن او جنة مصر او جنة او سكن مصر. ليه؟ عشان هو ده اللي هيناسب ايه دخلك. بس برضو لازم تبقى عارف ايه نظام السداد، فعشان كده عملت ايه الحلقة دي. اما بالنسبة لاسعار الشقق هنحمل من الرابط قلنا الكراسة على حسب كل مدينة، وكل مدينة نازل فيها بتحمل الكراسة بتاعتها، بتعرف منها سعر الشقة او الوحدة. وانتظرونا على القناة، كل ما هو جديد بالإسكان وأي حاجة بشوفها بتفيد البيت فبعرضها على هذه القناة. ويعني كل واحد في المدينة اللي تخصه بيخش على الرابط ويحمل الكراسة بتاعت المدينة بتاعته، هيلاقي كل التفاصيل بالموقع بتاعها فين بالظبط. وهتلاقي فيها الاستمارة اللي في الآخر اللي احنا بنملاها وبنرفعها مع الورق. دي مهمة جدا ان انت تعرف الحاجات دي قبل ما تقدم وتشوف كراسة على الPDF من خلال الرابط اللي انا وضحته لكم في القناة، واسيبه واكتب لكم الرابط في صندوق الوصف. وانا بحب بعرض المختصر المفيد، وبعد كده اي حاجة بنستفاد مع بعض في التعليقات او ما يطرأ جديد من وزارة الاسكان او الجهاز. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.